عسلامتكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جبت لكم حويجه حلوه بنينه على الاخر، بريوش بالبرتقال على طريقتي، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. حشيته بالشوكولاته، جاي ياسر ياسر بنين، جربته مرتين، حبيت نودكم بالغسات، ان شاء الله تعجبكم وننصحكم تجربوها خاطر ياسر يجي بنين، خير من البريوش العادي اللي مستانسين بيه. كيما تشوفوا ما شاء الله يجي خفيف وهشوش على الاخر. بسم الله نتعداو نشوفوا الطريقه والمكونات. لهنا في كاس باش نحط مغرفة كبيرة خميرة خبز، مغرفة كبيرة سكر. عندي السكر هذايا، ما عنديش السكر الأبيض العادي، تنجمو تستعملوا أي حاجة عندكم. باش ناخذ نص كاس ماء يكون دافي، باش نخلطهم مليح ونشوف الخميرة متاعي تتفاعل ولا. هذه تنجموا مرحلة تفوتوها كان تعرفوا الخميرة جديدة متاعكم. وباش نزيد في صحفة نص كاس سكر و80 مليلتر عصير برتقال مع زيت كعبة برتقال. نزيد عليهم نص مغرفة صغيرة ملح ومغرفتين كبار ياغورت طبيعي والا ياغورت بنكهة الفاني. باش نحرك شوية المكونات ونزيد 60 مليلتر زيت. لهنا باش نحرك بالكدا الزيت باش يدخل في المكونات الاخرين، وباش نزيد كعب عظم كاملة وابيض عظمة، والاصفر باش نخليه ندهن بيه من بعد الوجه. وهاوين ونقتصتو شوية في العظم خاطر العظم ولات غالية برشا توا، وساعات مقطوعة اصلا ما فماش، دونك واحد يتصرف باللي عنده. وبصراحة أي حاجة تعملوها في الدار على عينيكم نظافة وتجي أبن وأضمن للصغيرات سيرتو. من بعد ما زدت العظام توا باش نزيد زوز مغارف صغار سكر فاني. تنجمو تعملوا مغرفة، أنا نحبها نحط فيها برشا سكر فاني تجي أبن. وباش نزيد 4 أكواب فرينة، 4 كيسان فرينة على مراحل. وبالنسبة لكمية الفرينة تنجموا تستعملوا أقل كما تنجموا تستعملوا أكثر شوية، حسب هي تشرب ولا لا فرينتكم معناها. والعجينة هذيا تجي كيما عجينة الصابلي وإلا البسكويت، تجي مرخوفة وطرية، ولا عجينة اليويو هكايا تبدا. كل ما تبدا طرية كل ما يجيكم البريوش متاعكم مهشوش من بعد، ما تجيش يابسة معناها. وكيما تشوفوا نزيد الفرينة بشوية ونبقى نلم فيها توا باش نحطها على الرخامة جوست نلمها لمين مش باش نعجنها. ومن بعد نرجعها تخمر. عندي استيس باش تخمر لكم العجينة توا في البرودة هذيا فيسع فيسع. تحلوا الفرن نتاعكم على 40 درجة، تخلوه يخدم شوية، وين يسخن نطفيه ونحط فيه العجينة فيسع تخمر، ما تشدش برشا وقت. توا وين نكمل نلم العجينة نتاعي نرجعها في الصحفة، نغطيها بالبلاستيك وبمنديلة ونخليها تخمر حتى اللي ضعف حجمها. بعد ما خمرت توا باش نشكلها بودا كيما تشوفوا طويل ونقطعها إلى قطع صغار. من بعد ناخذ بالطرف ونكورها كيما تشوفوا تخمر لكم فيسع. وتوا باش نكورها ونحطها في بلاطو يكون مدهون بالزيت. ماذا بينا ما نستعملوش برشا فرينة في المرحلة هذيا باش من العجينة نتاعنا ما تعاودش تيبس. ولهنا خذيت بالكعيبة، حضرت بلاطو مدهون بالزيت وباش ناخذ بالكعيبة ونحط فيها شوية شوكولاتة ونعاود نسكرها بالكدا ونرجعها للبلاطو.
نكمل نقدهم الكل ومن بعد نغطيها ببلاستيك وبمنديلة ونخليها تخمر نصيف ساعة ولا ربع ساعة حتى لي تضاعف حجمها مرة أخرى. والكعبات نبعدهم على بعضهم شوي خاطر باش يعاودوا يخمروا وفي الفور زادا كي باش يطيبوا باش يعاودوا يتنفخوا. لهنا بعد ما خمروا توا باش ناخذ هكا أصفر البيض باش نزيد عليه شوية قهوة نسكافيه، وإلا تنجموا تزيدوا حليب كان ما تحبوش القهوة، القهوة هي تنحي الريحة راهو ما تجيكمش فيها ريحة العظام. نها بالكدا ومن بعد نحط فيها شوية سكر وشوية لوز إيفيلي. وأستيس السكر باش تجيكم الوجه متاعها أحمر ومزيان. قبل ما نخدموا أي حاجة في الفور ديما نخلوه يسخن، حطيته على 180 درجة وتوا باش ندخلها طيب حتى اللي يحمر الوجه. وهذا يا البريوش حضار كيما تشوفوا ريحة نودكم ما شهيكم ومنظره ياسر مزيان. ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم برشا. توا رشيت عليه شوية سكر محور وتاكلوا بالصحة وبالشفاء. نشوفكم ان شاء الله في وصفة اخرى متنوعة بين مالح وحلو. ما تنساوش تشجعوني وتشتركوا في القناة